ودائما خصوصا الولاية تاعنا تحت المرتبة الأولى في عدد الضحايا، وخصوصا في فصل الشتاء، فصل البارد هذا. فإن شاء الله مع بعض إن شاء الله نحاولوا أننا نعطوكم بعض المقاييس الأمنية، بعض التدابير، بعض النصائح باش إن شاء الله تأخذوها بعين الاعتبار بالنسبة للتلاميذ الأطفال يبلغوها للعائلات نتاعهم، لأنه الحارس تاع البيت هو الطفل. وبالنسبة للكبار كذلك معناتها ماذا بنا ينشروا هذه المعلومات وهذه النصائح المفيدة، لأنه الأمر يتعلق بالحياة البشرية اللي هي أغلى حاجة في الوجود. فإن شاء الله يعني نبدأ بالنسبة التدابير الوقائية ولا المقاييس الأمنية اللي نديروها عند يعني حلول فصل الشتاء. أول حاجة بالنسبة اللي يستعملوا الغاز الطبيعي، الغاز نوفيل، أول حاجة لازم نتأكد من صلاحية الأنابيب. أول حاجة نتأكدوا باللي الأنابيب الجعبات هذوك تاع النحاس عدو ما يضيعوش الغاز. كيفاش نفحص الأنابيب؟ ما نستعملش البريكة وما نستعملش عدي الماء والصابون، ونفحص الأنابيب ونتأكد باللي هذه الأنابيب هذه ما تضيعش الغاز، ما تضيعش الغاز. وش نستعمل الماء والصابون. نروح للجعبة نوسيها بالماء والصابون. إذا كان هناك فقاعات، شفت باللي كاين فقاعات معناتها راه كاين تسرب، معناتها نروح نجيب أخصائي في الترصيص الصحي يعاود يخدم لي الجعبات السبع. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يمنع منعا باتا توصيل أجهزة التدفئة بالأنابيب البلاستيكية. تلقاه مدخل من الجعبة تاع الكونتور تاع الغاز داير جعبة تاع بلاستيك، داير جعبة مدخلها واحد 6 متر ولا 7 حتى للصالة ولا مكان تاع وجود التدفئة. علاه؟ لأنه الأجهزة تاع البلاستيكية هذه شني تتمدد. ما لازمش الأنابيب البلاستيكية نستعملوها إلا في حالة واحدة، قال طابونة، باش نوصلوا طابونة تاع الغاز اللي موجودة في المطبخ، ولازم تكون على الأقل 1.20 متر طول تاعها تاع الأنبوب هذاك البلاستيكي، على الأقل 1.20 متر، ما يكونش أقل منه. أما بالنسبة لباقي الأجهزة اللي موجودة داخل المنزل لازم نستعمل أنابيب النحاسية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أني فحصت الأنابيب النحاسية لقيتها يعني مليحة. دوكي راح نركب جهاز التدفئة. أولا لازم نتأكد من صلاحية تاع الجهاز التدفئة نتاعي. راك حاطه في الصيف، حاطه في الدبارة، كيلاته القبرة كذا، ممكن يصير له كاش كذا. لازم قبل ما نركب جهاز التدفئة لازم نتأكد باللي جهاز التدفئة نتاعي ما فيهش مشكل، ما يفرديش، معناتها صالح للاستعمال. نديرو نيطواياج، نغسلو، نفيريفي الموصلات نتاعو ما فيهمش كما نقولوا تسرب، ما كانش عطب، نستعمل جهاز التدفئة نتاعي. كان اللي مباشرة يهز جهاز التدفئة راه كان حاطو مش عارف وين في الدبارة، ماكلته القبرة، ماكلته كذا، طول مباشرة يروح يركبه. لا لازم نتأكد من الصلاحية نتاعو، ننظفو ننقيه ونتأكد باللي ما فيهش تسرب. هكذا هذا بالنسبة لجهاز التدفئة. بالنسبة للطابونة اللي نستعملوها في الطبخ كذلك نفس المعايير. لازم نتأكد من الطابونة نتاعي هذه باللي راها صالحة. كاين اللي ممكن كانت تاع قرعة تاع غاز ومن بعد يروح يدير مباشرة، ما يبدلش ليباك، ما يبدلش كذا، ويستعملها مباشرة الغاز طبيعي. هذا الشيء خاطئ. لازم نتأكد من أجهزة التدفئة نتاعي باللي راها نظيفة وصالحة للاستعمال. كذلك الطابونة تاعي ورا الكانون اللي نستعمله في المطبخ، نتأكد باللي راه صالح للاستعمال. كنعود قال كان يمشي قرعة تاع غاز وراح نديرو غاز طبيعي، غاز نوفيل، باش نبدلو لازم نبدل
لي باك. بعد ما تاكدت من صلاحيه الاجهزه نتاعي، اجهزه التدفئه او الطابونه، بعد ذلك عندي التوصيل. باش نوصل الجهاز نتاعي ولا الطابونه نتاعي بالغازوفيل، قلنا نستعمل ماذا بينا نستعملوا الانابيب النحاسيه لانها مقاومه للحراره. هكذا كي نستعمل انابيب النحاسيه نتاكد ندير جوا في الجهه كما نقولوا الاولى والجهه الثانيه، ندير جوا ونزير ونتاكد باللي راني لصقتها مليح. واش ندير؟ الماء والصابون. كاين اللي يروح يدير بريكه وكاين اللي يشعل النار. هذه كاع امور خاطئه، هذه كاع تصرفات خاطئه. تاكدت من صلاحيه الاجهزه التدفئه نتاعي، جهاز طابونه وصلتهم قلنا بانابيب نحاسيه، تاكدت بلي ما كانش هناك تسرب. بعد ذلك نقوم ما ننساوهاش تهوئه المدفأة. كاين الجعبات هذوك اللي يخرجوا لي الدخان، لانه كما تعلمون عمليه الاحتراق هذه شني واش خرج لي هذاك الغاز المميت القاتل اللي نسموه حنايا غاز CO. انت كي تشعل النار، تشعل الطابونه ولا تشعل المدفأة، هذيك المدفأة راها تخرج لي غاز قاتل مميت من المدفأة هذيك. واش لازمني نوصل المدفأة بأنابيب تصريف الدخان، تصريف الغاز القاتل اللي هو CO. كاين بزاف لقيناهم باللي داير مدفأة وماهوش داير الجعبات اللي تخرج الدخان. معليش، لازم ندير أنابيب تصريف الدخان إلى الخارج. كاين واحد داير مدفأة في الصالة والجعبات مخرجة من الهون، يقول لك راني نصرف. لازم نصرف الدخان إلى الخارج هكذا، برا للحوش والله في الشارع. صح. بعد ما نركب الانابيب تصريف الدخان نتاكد ثاني من انه ما كاين تسرب. بعد ما نوصل جعبه مع جعبه تكون يعني موصله باحكام، وندير الشريط اللاصق الالمنيومي، هو موجود موجود على مستوى في الاسواق. نمتن مليح، نتاكد باللي ما كاينش هناك تسرب. المدفأة كي تشعل وتخرج لي الدخان، هذاك الدخان كامل لازم يخرج برا، ما لازمش يبقى نعطيكم معلومة مهمة يا ياسر. تخيلوا واش معايا إذا كان عندي 0.1، إذا كان عندي 0.1 في الشومبرة هذيك ولا في الصالة ولا في الدار، إذا كان عندي 0.1 النسبة تاع الغاز هذا CO اللي قلنا عليه قاتل، إذا كان عندي 0.1 برك كافي لقتل الأشخاص الموجودين في القاعة هذيك في 3 ساعات. إذا عاد عندي 0.1 عندي 3 ساعات. إذا كان 1% عندي ساعة. إذا كان 10% عندي 10 دقائق. إذا كان عندي 10% نسبة تاع هذاك الغاز القاتل اللي هو CO في الوسط هذاك في الشومبرة هذيك ولا في الصالة ولا كذا، كافية لقتل الأشخاص. قال واحد قاعد ثم رايح يموت في ربع ساعة. وبالتالي الأمر راه مهم ياسر. صح. نرجعوا هذه كامل تدابير وقائية. من بين كذلك التدابير ولا النصائح اللي ننصحوا بها أنه يمنع منعا باتا أنه نستعمل الطابونة داخل الحمامات. يمنع منعا مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب، البرد مش عارف الجليد ديسمبر كذا، استحملها برد وما تستعملش الغاز تاع الطابونة هذاك، الطابونة في الحمامات في الدوش هكذا. يمنع منعا باتا. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية يمنع منعا باتا انه في الشتاء نستعملوا المدفأة تاع البلايك. شايفين هذول المدفأة تاع البلايك بالغاز، انك
تخليها شاعله وترقد نتايا، لانه قادر تجي زفه تاع ريح تطفي هذيك الشمعه، هذيك البلايك يطفاو، يبقى التسرب تاع الغاز يسبب اختناق. وصرات حالات كثيره من هذا السبب. معليش استعملت هذيك المدفأة، استعملها ديفات الشومبرا، سكر المدفأة نتاعك، عمرك ما ترقد وتخليها شاعلة. تجي زفة تاع ريح، طيحيات، تخلص القرعة، يبقى يباردي، يصرى المشكل. يمنع منع الباتن استعمال الطابونات داخل الحمامات، يمنع منع الباتن ابقاء المدفأة تاع البلايك هذيك مشتعلة طيلة الليل، ترقد وتخليها شاعلة. هذه تقريبا جملة من النصائح والتدابير اللي ننصحوا المواطنين الأكارم باش يتجنبوها خلال استعمالهم لأجهزة التدفئة ولا الطبخ. كاين ممكن في اللي راه في الأرياف وكذا يستعملوا الحطب. الحطب ثاني راه كي تشعلو راهي يخرج لك والله يديكاجي لك الغاز هذا القاتل قلنا CO. يسكروا الشومبرا ويديروا الحطب، وما كاينش قال مثلا امور تاع تصريف دخان، ما كاينش يمين، هذه ثاني قاتله، هذا من الغازات القاتله. يمنع استعمال الحطب، وما نديرش كيما نقولوا انابيب تصريف الدخان. صح نجو الاسباب لما نديروا الاحصائيات من خلال تدخلات الحمايه المدنيه، تخيلوا شنو هي الاسباب التي تؤدي الى الاختناق. كاين ثلاث اسباب تؤدي اساسيه على كل حال. كاينه امور لقينا باللي كاين النسيان ولا مبالاة والاهمال، هذو ثلاث حوايج اللي يخلوا تحدث اختناقات بالغاز. النسيان، قلنا يشعل البوال تاع البلايك هذاك، ينسى يرقد ويخليه شاعل، يجي زفه تاع ريح تطفي هذاك، يبقى التسرب، يصرى الاختناق. النسيان ولا مبالاة، الام داخل البيت راها تعيط، راني نشوف ريحه الغاز وهو معليش قدوه نجيب اختصاصي، غدوه بعد غدوه حتى تصل الكارثه. اللامبالاه. والحاجه الثالثه الاهمال. كاين كثير من الناس اللي داير بوال تاع غاز دوفيل وماهوش داير الشعبات تاع تصريف الدخان، وهذه كارثه كبيره. مؤخرا العام اللي فات صراتنا حادث، المشكل تاعو انه سيد شراء بوال تاع غاز دوفيل جديد، ركبوا ومن بعد الليله هذه كانت بارده شويه، قال لك اودي نعقب الليله هذه وقدوه نروح نشري الشعبات تاع الالمنيوم تاع تصريف الدخان. عقب الليله هذه وقدوه في الليله هذيك صار المشكل، 2 اسفكسي، واحد مزيان لحقنا به معناتها في هكذا. اسباب التي تؤدي للاختناق بالغاز كاين 3 حوايج: النسيان واللامبالاة والاهمال. اللي نقابلوهم دائما درجه تاع الوعي، الحذر، اليقظه، كما نقولوا الاصرار على تصليح الانابيب هذه. ما ناجلش العمل، قال غدوه نعقب الليله هذه ومن بعد نخدم. لازم يكون عندنا استعداد. راه جانا فصل الشتاء، قال قبل ما يجي سمانتين نخرج المدفأة تاعي، نغسلها، نوجدها. اذا كان خاصني انابيب تاع الالمنيوم تاع تصريف الدخان نشريهم نوجدهم. اذا كان عندي مشكل في التسرب في الانابيب النحاسيه نروح نجيب اختصاصي نوجد. كي يجيني فصل الشتاء نكون مستعد. والاشكال يا جماعه والله ما هو مادي، ماهوش مادي، مش مادي، قضيه حرص برك، حرص ووعي. اللي راح تربح هذيك 20,000 كذا راه روح بشريه، روح. قلنا الروح هذه شيء اغلى حاجه. ماذا بنا بالنسبه تكون يعني نتبع المقاييس الامنيه
باش نتفادى الخطر. هذه يعني بعض النصائح وبعض التدابير الوقائية اللي لازم نديروهم بعين الاعتبار باش ان شاء الله نحاولوا على الاقل نقلل من عدد الضحايا. باش قال الحد من عدد الضحايا ممكن هذا الشيء معناتها مثالي، بس على الاقل الولاية تاعنا راه مكلاسي بروميير في عدد ضحايا الحوادث المرور، في عدد ضحايا ثاني اختناق بالغاز. هذا بينا نتحلاو بالحيطة والحذر والوعي والإصرار باش ما نديروش هذه الأخطاء. هذه يعني بالنسبة للمقاييس الأمنية. شكون اللي عنده سؤال ولا استفسار ولا فيما يخص يعني المقاييس هذه الأمنية؟ السلوك والله في الحيطه اللي كان يتكلم عليها. ما كاين سؤال. نمشوا مثلا مرحله. نعم كاين اللي قال تاع الجازر معظم الزجاج راه مكسرين تحت مدى الخطوره تاع القضيه. بالنسبه قلنا حنايا المدفأة هذه كي تشعلها راها تطرح واحد الغاز نسموه حنايا اللي هو قلنا الغاز القاتل، هذا السي او. انت كي البلايك هذوك ما كانش راه كاينه نسبه راها تفوت البلايك تحقرهم نتايا بصح راهم هما يمنعوا باش الغاز هذاك لازم تصلح دير البلايك 15000 في البلاكه ولا 30000. انا نستهزأ لازم البلايك لانه كان ما يعدوش البلايك هذوك رايح الغاز يدخل للناس. كاينه مساله مهمه ونبهني لها الاستاذ فاضل بالنسبه حتى وراني داير لي ميزور مقاييس امنيه اللي ذكرتها لكم في البدايه. مثلا راني داير مدفأة موصله مده صالحه، داير جعبه نحاسيه وكذا. يقول لك انك ما تسكرش الصاله هذيك ولا المكان اللي راك فيه ما تسكروش، معناتها دير نشافه تحت تسكر الطاقات. على الاقل قال لك خلي شويه تاع نفس تدخل، خلي شويه تاع نفس تدخل، ما تسكرش كلش، خلي على الاقل تحت هذيك يخرج شويه. معناتها راك درت جميع المقاييس الامنيه، وصلت الجهاز تاعك راه صالح، درت انابيب تصريف الدخان. خلي الغرفه هذيك والله المطبخ خليه متهوي، تفتح الباب شويه والله الفازيستا هذيك الفوقانيه تفتحها ولا تخلي من تحت، ما ديرش قال مثلا عازع على الاقل الهواء يدخل. بعد ما تستعمل جميع التدابير والمقاييس الامنيه اللي ذكرتها في البدايه، خلي المكان اللي راك موجود فيه مهوى. وبالتالي هذوك لازمين. صح نمرر واحد النقطه الكبار اللي راهم هنايا يركزوا معايا على بالي ما يفهموهاش الولاد الصغار. في حالة ما تنوض في الليل، نوضت في الليل وشميت ريحة الغاز، نوضت في الليل والله جيت داخل دارك والله كذا شميت ريحة الغاز، وشنو هي التصرفات اللي نقوم بها؟ أول حاجة هو الحماية. دخلت الدار شميت ريحة الغاز، وشنو هي التصرفات اللي نقوم بها؟ أول حاجة نحمي روحي ونحمي الدار ونحمي الناس اللي راهم موجودين فيه. كيفاش؟ أول حاجة قلت لا تحدث أي شرارة أو لهب. جيت داخل الدار ولا نوض في الليل، عادة ممكن الإنسان ينوض تجيه فطنة في الليل ينوض يشم ريحة الغاز. بالمناسبة الغاز راه في الأصل راه لا لون له ولا رائحة له ولا ذوق له في الأصل، بصح داروا له واحد المادة، هذه راه مادة يعني زادوها له باش تقدر تميز ريحة الغاز في الوسط. صح قلنا نوضت في الليل ولا جيت داخل الدار وشميت ريحة الغاز. وشنو هي التصرفات اللي نقوم بها؟ أول حاجة الحماية، نحمي روحي ونحمي الأشخاص اللي موجودين في المنزل. كيفاش نحميهم؟ أول حاجة لا أحدث أي شرارة أو لهب. ايش معناتها لا أحدث أي شرارة أو لهب؟ معناتها إذا
ممكن نوض في الليل قال نشعل بريكي ولا نشعل زلاميط، هذه هي لا أحدث أي شرارة أو لهب. والله مثلا نوض في الليل وشميت ريحة الغاز ما تشعلش الضوء، إذا كان طافي الضوء ما تشعلوش، لأنه كي تشعلها راح تحدث شرارة. وإذا كان الضوء شاعل ما تحاولش تطفيه، معناتها ما تمسش الباطة هذيك، القفلة هذيك ما تمسهاش كاع. أول حاجة لا أحدث أي شرارة أو لا. الحاجة الثانية قلنا سواء بالنسبة قال الضوء ما نحاولش، إذا كان شاعل ما نحاولش نطفيه، إذا كان طافي ما نشعلوش، ما نحاولش نشعل البريكي، ما نحاولش نشعل الزلاميط، المهم ما نديرش حتى شرارة. ومن بعد الحاجة الثانية شنو هي؟ تهوية المكان. نروح نفتح النوافذ والبيبان نفتحهم بهدوء. لا قلت نفتح بهدوء لأنه قادر كنت تفتح الباب بعنف رايح تحدث شرارة. معنى تهوية المكان بفتح الأبواب والنوافذ بهدوء. بعد ذلك وش نروح ندير؟ نروح نسكر مصدر تسرب الغاز، نروح للكونتور الروبيني داري تاع الكونتور نروح نسكره، لا نسكره. بعد ذلك نروح نفحص إذا كش ما كان أشخاص يعني ضحايا طايحين، أشخاص موجودين في الشومبرا ولا في المنزل طايحين، نروح ندير عملية تاع فحص. إذا لقيت وش ندير؟ ندير الإبعاد المستعجل، نحاول نخرج الضحية. الإبعاد المستعجل شنو هو؟ هو إخراج الضحية من المكان الملوث بالغاز القاتل هذا، وشنو نديها إلى مكان مهوى. المكان المهوى في الدار شنو هو؟ الحوش، صحيت. نخرجوا من الشومبرا، من الكوزينة، من الغرفة اللي كان راقد فيها، من الصالة، ونخرجوا نديه ونحطوه في الحوش. هذا الإبعاد المستعجل. بعد ما درت الحماية قلنا شنو هي؟ أول حاجة قلنا لا أحدث شرارة أو لهب، لا أحدث أي شرارة أو لهب. الحاجة الثانية تهوية المكان بفتح الأبواب والنوافذ بهدوء. الحاجة الثالثة أني إغلاق مصدر تسرب الغاز. الحاجة الرابعة إخراج ولا إبعاد المستعجل للضحايا إذا كانوا ما كاينين. بعد ذلك وش ندير الإنذار، ندير الإبلاغ، نبلغ الحماية المدنية. كيفاش نبلغ؟ كيفاش ندير الإنذار؟ صح، بالمناسبة الأرقام تاع الحماية المدنية راهم تبدلوا، يعني كان الرقم القديم. أنعم الحاج الحماية المدنية قلت تعطيه عطنا الادريس تاع فيروز. ايوا ما صار حد. لا ادريسه. ايوه اعطيني النوم. نعطيك هذيك. بالنسبه للرقم تاع الحماية المدنية عندنا الرقم الأخضر 14. إذا كنت من الفيكس، إذا كنت عندك ثابت عيط ب 14، دير 14 طيح في الحماية المدنية تاع مسيلة هما يوجهوك. إذا كنت عندك بورتابل دير 035 43 46 89. اعطيني كويس غدا انا ما نقراش. اعطيني كويس غدا انا ما نعرفش. هلا اعطيني كاغب ناخذ الكاغب ونطلب لك تبعني ولا صح يا جماعة، قلنا تبعوا معايا قلنا راك نوض في الليل ولا دخلت الدار شميت ريحة الغاز، شنو هي التصرفات الصحيحة اللي نقوم بها؟ صحيح. قلنا أول حاجة الحماية. صح. الحماية هذه وش فيها؟ حاج خليه يكمل بكره هضره ومن بعد. الحماية هذه قلنا وش فيها؟ فيها لا أحدث أي شرارة أو لهب، ما نشعلش بريكة، ما نشعلش بورتابل، ما نشعلش المصباح. إذا كنت في الليل ونضت لقيت الضوء طافي ما نحاولش نشعله، لأنه دائما هذا الجهاز يديروه يشم ريحة الغاز يشعل الضوء يحدث الانفجار. ما نشعلش الضوء إذا كان طافي، وإذا كان شاعل ما نحاولش نطفيه، ما نمسش الباطة كاع يتنتع عليها باش ما نديرش شرارة ولا لهب. الحاجة الثالثة تهوية المكان بفتح الأبواب والنوافذ بهدوء، نفتح البيبان بشوية باش ما نديرش شرارة. الحاجة نروح نسكر الروبيني داري تاع الغاز.
الحاجة الرابعة شنو؟ إبعاد مستعجل الضحايا إذا كان كاين هناك إبعاد. بعد ذلك شو ندير الإنذار ولا الإبلاغ. كيفاش ندير الإبلاغ؟ قلنا أرقام الحماية المدنية راهم تبدلوا. الرقم القديم 035 5 14 14 تبدل ولا 035 43 46 89 هكذا صح. أول حاجة اللي نديرها في الإبلاغ ركزوا معايا مليح. أول حاجة أنا درت الرقم نقدم روحي أنا يا فلان بن فلان، أنا يا فلان بن فلان. شنو ندير الرقم. بعد ذلك نقدم روحي ندير الاسم واللقب نتاعي. أراني نمد العنوان أراني في بلدية سيدي عامر في ابتدائية الاسم تاع الابتدائية حديبي عبد القادر. نمد العنوان بالضبط بالتدقيق. لازم نمد ما نقولش راني في سيدي عامر راني في ابتدائية قداش ابتدائية هنا كاينة 8 لازم نمد الاسم تاع الابتدائية هكذا. درت الرقم نمد الاسم تاعي أنا يا فلان بن فلان. أراني نمد العنوان تاعي بالضبط والتدقيق وما نمدش معالم متشابهة. راني في الجامع وش من جامع، راني في اللاري وش مناري. لازم نمد العنوان تاعي بالتدقيق. وهنا يعني نلقاو مشكل كبير يقول لك الحماية المدنية راه ما جاوناش بكري ما جاوناش كذا. اصلا ما يمدلكش الادريس مليح ما يعطيكش العنوان بالتدقيق. اول حاجه قلنا في الابلاغ انك دير الرقم اللي عطيناه 035 43 46 89. نمد الاسم واللقب نتاعي انا يا فلان بن فلان هكذا. نمد حتى اذا كان مدير والله اللي راه يتصل يمد حتى الصفه نتاعو العمل تاعو قال راني مدير ابتدائيه ولا معلم ولا اذا كان معناته عنده. بعد ذلك نمد العنوان بالتدقيق راني في ابتدائيه حديبي عبد القادر. بعد ما نمد العنوان بالتدقيق نمد الحاله اللي راها عندي. قال راه عندي طفل عندي طفله عندي راجل امراه طايحه اسفكسي عندها اختناق. نمد الحاله نتاعها خلاص. بعد ما قدمت بعد ما درت الابلاغ عندنا تقديم الاسعافات الاوليه. هنا في تقديم الاسعافات الاوليه لازم تكون تعرف الاسعافات الاوليه. بالمناسبه نذكركم باللي الحمايه المدنيه دايره مشروع اللي هو مسعف لكل اسره. اللي يحب يقرا الاسعافات الاوليه الابواب تاع الحمايه المدنيه راهي مفتوحه. اهلا وسهلا بكم. عندك دير دوره تكوينيه في الاسعافات الاوليه لمده 21 يوم. تقرا الاسعافات الاوليه من اين تبدا والى اين تنتهي. بعد ذلك تقدم الاسعافات الاوليه. الامر شويه صعيب باش نقدم لكم قال نوري لكم كيفاش تسعف شخص مختنق. شويه الامر يتطلب وقت ويطلب لازم تركيز ولازم كذا. بعد لكم على الاقل نعطيكم خطوط عامه. قلنا اللي يحب يقرا الاسعافات الاوليه الابواب راه مفتوحه في اي وقت. ملف ماهوش كبير زياد وجود تصاور وشهاده مدرسيه. هذا واش كاين. تتقدم الوحده تاع الحمايه بسعاده تقدم ملف وتقرا 21 يوم في الاسعافات الاوليه. وبعدها يعطوك شهاده ويعطوك بطاقه تولي مسعف. معناتها من بعد دير الاسعافات بعلم عارف واش راك دير. خلاص فهمتوني يا؟ الحمد لله. ها كنتم مركزين معايا؟ ونسقسيكم تجاوبوني يا؟ ها؟ جاوبوني يا؟ ها؟ خير واحد نشوفوه ولا؟ ها؟ الله ياك. لا شوف اللي متى تقرا؟ شنو هي التصرفات؟ اسمع لي اسمع. انا جاوبت زي راه زايد زوج ورا المعلم نتاعها. المدير صح. نوضي في الليل وشميت ريحه الغاز. شنو هي التصرفات اللي نقوم بها؟ بالدارج نفتح الباب. زين علاه نفتح الباب؟ بان نهوي المكان. صحيت. نخرج للهواء.
ايوه افتح الباب والنوافذ زين. ها صحيح بارك الله فيك. هاو جاوبت مليح. اروح لي اروح. صح. اذا في حاله مرض في الليل وشميت ريحه الغاز شنو هي التصرفات اللي تقوم بها؟ تفتح الباب. اذا لقيت شعر شو معناته ما نديرش شارع او لهب. صحيح زين. ايوه ابعاد مستعجل زين. صحيح زين. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. كيفاش ندير الابلاغ؟ كيفاش نعيط للحماية المدنية؟ اسمع كيفاش نعيط؟ كيفاش نعيط للحماية المدنية؟ شنو هو الرقم؟ قداش؟ دير الرقم. الرقم يا جماعه شفاو عليه 035 قلنا 43 46 89 035 43 46 89. خليك مركز. واش عندك واحد طاير يعطيك الصحة. بارك الله فيك. تعال بس انا ملاحظه برك ونشفوا القش عليه فوق ولا ما نشفوش. يمكن عنده راح نركلوه بالقش ولا ما نركلوش نركلوه. نشفوه ولا ما تنشفوش بالكبار. ما تنشفوش القش فوق الكبار نقولوا لداركم ما تنشفوش. صحيح. بعد ولا هروح واحد يدور في الكروسه واحد يمشي. المهم يا جماعه شوفوا الشيء اللي هدرناه راه ملخص في هذه المطبوعات. ماذا بينا ما تقطعوهمش. اقرا ان شاء الله ما ادي فايده ومد الوحده. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صح. بالنسبه اللي عندهم محلات شكون اللي عندهم محلات؟ ست اللي عندهم حيوانات والله عنده بيوت. عندنا تلفون. ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ ارجع له. قاعد تدو قاعد تدو ما تطبعوش قاعد تدو كاين الله كبير.